هذا يسموه النيزك صدمي، يصعد الحواف لكن الكتلة اللي سقطت راها في الأسفل، وكذلك كاين شظايا اللي في الخارج. العينات النيزكية جلها مدفونة في الداخل طبيعة الحال، وأخرى خرجت إلى خارج الفوهة. من بين اللي خرجوا عندنا مثلا هاي وين اللي فراغمون تاع النيزك، هذا عنده علاقة بالنيزك. يوجد كذلك صخور، هذا النيزك، هذا جسم النيزك. أما اللي عندها علاقة بالنيزك الماس السداسي وليس الماس الرباعي. الماس الرباعي واللي الأحجار الكريمة، أما هذا الماس السداسي هو عبارة عن كربون، ونتيجة الصدمة والضغط الشديد القطر نتاعها هو حوالي 1.7 كيلومتر. الارتفاع نتاعو في بداية الاصطدام كان يقدر بها حوالي أكثر من 200 متر تقريبا، لكن الآن راهي بقات فيها فقط 60 متر، يعني 140 متر تمر رسوبه. الزمن نتاعو 3 مليون سنة وهو يدرس. لذلك من الصعب جدا باش نروحوا نوصلوا نجيبوا جسم النيزك الأصلي بسهولة إلا في الحواف الخارجية، لأن الحواف طبقات وطبقات بأمتار وأمتار، يعني مش من السهل باش نروحوا نحفظوا نتاع هذه الفوهة. هذه تعتبر الفوهة هذه هي مثال حي على الفوهات ذات الشكل البسيط، لأنه عندنا نوعين من الفوهات النيزكية، عندنا النوع البسيط والنوع المركب. النوع البسيط يدل على سقوط جسم كامل من السماء والاصطدام الفعلي الفيزيائي في هذا المكان، وهو ما يحدث هذا الشكل وهذا التقعر الكبير في الداخل. بينما الفوهات المركبة تأتي إلى أشلاء، يعني كاين أجزاء ينفجر النيزك بأمتار إلى عشرات الأمتار قرب السطح بسبب الضغط العالي والحمل العالي والغازات اللي داخله لاهي تتبخر بسرعة، فينفجر قبل الوصول إلى الفوهة، وبالتالي يحدث تشوه كبير، عدة تقعرات، عدة تموجات ما يشبه نربطوا فوهة مادنة هنايا، لأنها الفوهة الوحيدة اللي موجودة في ولاية الأغواط، والموجودة كاين فيه فوهات أخرى موجودة على عبر الوطن، وأربع فوهات كذلك عالمية موجودة تقريبا. احنا حبينا نربط فوهة مادنة هنايا بارتباطها بأفريقيا أولا، وبارتباطها بالعالمي ثانيا. ثاني حاجة احنا اللي يهمنا في هذه الخرجة أن يشرفونا بعض الدكاترة وبعض الطلاب، لأنه الخرجة تاعنا الهدف نتاعها الأول والأسمى هو الهدف العلمي، وهذا اللي حققناه هنايا واستفدنا مع الدكاترة الكرام. ما تكونش آخر رحلة إن شاء الله بربي، راح تتبعها رحلات أخرى للتعريف بتراث أو بآثار منطقة حسيد اللعة، لأن حسيد اللعة ما تميز فقط بالفوهة النيزكية، تميز مغارات، فيه آثار أخرى، فيه الآبار كذلك القديمة، هذه الأجباب القديمة التي كانت تستعمل في القوافل، فيه كل شيء هنا. لذلك احنا هذه إن شاء الله تكون البادرة الأولى، وعدة محطات إن شاء الله لتعريف هذه البلدية العظيمة، وهذه بلدية كريمة بكرم أهلها. نشكر الجميع ونتمنى أن نتلاقوا في فرصة أخرى بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.